أحذركن أنا وين؟ أنا بالشام، واليوم رح نحضر افتتاح مطعم بروكار. المنيو بمطعم بروكار ديزاين باي ملكة بمشاركة من شفية سوريين موجودين بكل العالم، كلياتهم مشاهير عندهم بصمتهم الخاصة، أثروا المطبخ السوري بطريقتهم. اليوم رح يكون يوم من العمر، تفاصيل كلياتها رح أصور لكم إياها بهاي الحلقة. بهذا المكان من قبل كان في مطعم اسمه المهباج، يعني من 50 سنة كان اسمه المهباج، يعني عند ما افتتحوا الشيراتون هيك كان اسمه. هلأ يعني عملوا له ديزاين مختلف بشكل كامل، دخلوا فيه من بروكار، دخلوا فيه قماش البروكار، بقلبه شيء معاصر، بقلبه شيء كمان هيك عاملين دمج كتير لطيف بين الهندسة المعمارية وهندسة الديكور المعاصرة وبين الإرث والتراث الدمشقي اللي هو البروكار، وبطريقة كتير متناغمة. ما بتحسوا أحيانا لما بنحكي عن شيء قديم وشيء جديد بنحس فيه هيك فجوة بيناتهم، أبدا بتحسوهم هيك متناغمين مع بعض بشكل كتير رهيب. نحن اليوم بافتتاح مطعم بروكار يلي هو موجود بفندق السيفن جيتس يلي هو الشيراتون سابقا. هذا المطعم بقلبه دمج بين العراقة، بين الماضي، بين التراث السوري، قطعة البروكار يلي بتحكي قديش الإنسان السوري اشتغل على هي الحرفة من قلبه ولساته مارس نفس الحرفة لهلا، وكمان عن قديش قدران انه هو يشتغل مع هي الحرفة بطريقة معاصرة. فكتير أنا بشوف إنه هذا المكان بيشبه الشيء اللي أنا عم أقدمه بألمانيا. هلا لما بدي بلش أعمل منيو جديد بكون عم بتخيل إنه كيف أنا ماني حدا بيحب، أنا حدا ملولي، يعني بكره الروتين. يعني أنا يمكن ما بطور كرمال حدا، بطور كرمال حالي. يعني بحس إنه أنا لما بطور الأشياء بصير عم بعمل عم غذي شغف جديد جواتي مشان ما مل. وبحس هذا الشيء نحن بمطبخنا كتير سهل. ليه؟ لأنه أطباقنا كتيرة ومتنوعة، ويمكن اللي لسه لهلأ من مارسه ونطبخه بشكل يومي هو إبرة بكومة قش من مطبخ كتير كبير وموجود. يعني إذا بنسأل ستاتنا بجوز وبنسألهم على الأطباق مقبلات بيحكوا لنا أطباق كانوا يعملوها ونحن هلأ بجوز هي اندثرت. فأنا بحاول أني أرجع إحياء بطريقة معاصرة. يمكن أكتر شيء بركز فيه لما ببلش بدي أعمل المنيو أكيد على نوع الأشخاص اللي جايين يجربوا هذا الطعام والمكان اللي أنا موجودة فيه. يعني أنا لما بدي أكون موجودة بمول فأنا لازم أعمل أكلات ستريت فود، أكلات شارع يلي الناس بتحب تاخدها على الماشي وتاكلها. فهون أكيد بيكون مختلف عن الطبق يلي بيكون موجود أشخاص على طاولة وقاعدين عم يستنوا الطبق وعندهم وقت، فهدول كمان بيكون نوعية الأكل لهم طبعا مختلفة. بس أنا ما كنا ننزل مقبلات نستخدم شيء بعد، يعني بشكل الطاولة بده يكون عندنا توصلات، عندنا فريكة، عندنا سوري، عندنا محمرة دقيقة. محمرة هون، محمرة هون رح نحطها. هدول الصحون الجداد؟ ايه كله جديد. عندنا جبت التاجر هون، فتة، باذنجان. وين الفريكة؟ هون الفريكة. اوكي. وين بطاطا حرة؟ بطاطا حرة هون. بدي بقلبها سوسيرة، بقلبها التومية. يعني انت عم تحكي اليوم جاية وزراء ومسائيين ما عندهم أهم شيء أبداً الكاميرا، أهم شيء يجوا العالم ينبسطوا مني وجور.
ايه عم اقول انه انا بالنسبه لي ما في شيء هو بس هو المهم لما بدي مثلا اقدم طبق، هن سلسله من الشغلات، بس يمكن اذا بدي ركز على شيء بدي ركز على المكونات اللي عم بستخدمها. يعني انا بآمن انه الطبق هو عباره عن سلسله من الاشياء، مو بس الشيف هو الشيء المهم لحتى اعمل لنعمل طبق طيب طبعا. بس هي زيت الزيتون اللي عم بستخدمه لازم يكون جاي من شجرة زيتون طيبة، ولازم يكون مارر على معصرة عصرته بطريقة صح لحتى أنا أوصل لأني أعمل صحن تبولة 5 نجوم. فمو القصة بس، حتى البقدونس لازم يكون مروي بمي نظيفة لحتى تكون طعمة البقدونس فريش وطيبة. فهي كلها شغلات بجوز الناس تفكر إنه شغلات بسيطة، لا أنا كتير بدقق على هاي التفاصيل. بشم البقدونس قبل ما أشتريه لحتى أعرف بأي مي مسقي ومروي. بجوز هي عبارة عن تعقيدات بالنسبة لبعض الناس، أنا بحسها إنه هي اللي بتخليني إني أكون متميزة. هلا أنا بشوف إنه الأكل بيحمل أكثر من كونه هو غذاء لحتى نشبع حالنا لما نكون جوعانين، هو غذاء للعقل وللقلب للذاكرة والله وللمستقبل. وبجوز في ناس تقول أوف يعني كثير عم تحملي الأكل فوق ما هو بيتحمل. لا، أنا برأيي لا، بالعكس. يعني قل لي ماذا تأكل أقول لك من أنت، أنا هذا برأيي. وقلي كيف بتاكل ومع مين بتاكل، يعني ما قصدي بالأكل بمعناه انه هو الزيت والزعتر، لا لا لا، العاده كلياتها. يعني قلي كيف بتاكل مع مين بتاكل، وهيك بحس انه بقدر اقرا شخصيتك. بحس انه بهذا المنيو انا حابه اقول للاشخاص اللي كانوا دائما بالنسبه لهم سوريا كانت مسرح للقتال، مكان مليء بقصص موجعة، ويمكن ما زال بكثير من الأماكن هو لسه في وجع ما بينتهي لحتى نخلص من آخر خيمة ماشي. فهو أكيد مكان وجع، ولكن مكان عم ينهض من جديد. فهذا المنيو هو رسالة لحتى لأي شخص عم يزور مثلا هذا المكان. عم بيكونوا كتير موجودين فيه سياح وإعلاميين وسفراء ودبلوماسيين، فبتمنى لما يجوا ياكلوا هذا الأكل يشوفوا قديش في أشخاص كانوا موجودين برا سوريا عم يرجعوا لحتى يساعدوا الأشخاص اللي كانوا آخر 10 سنين 14 سنة ما عم يقدروا يطلعوا من البلد ويطوروا مهاراتهم. فعم نتعاون كلياتنا لحتى أنا عم باخذ من روح هذا المكان، عم باخذ منها حقيقة، عم بشحن حالي طاقة. بجوز هن يستغربوا إنه شو يعني عم بشحن طاقة. إيه، أنا 13 سنة ما عندي روح، 13 سنة متمنية إني أتنفس هذا الهواء يلي يمكن اللي عاش فيه مع الوقت وشم ريحة الموت وشم ريحة الدخان يصير بالنسبة له هذا الكلام دراما. بس بالنسبة للي عاش الغربة فهذا الكلام هو عبارة عن روح، هو عم يتمنى يستنشقها حتى لو كان بحجارة خرساء. بس هو هذا الشعور أنا حاسسته يعني. وبنفس الوقت إنه هن متعبين مرهقين، أثقلتهم 14 سنة من الحرب، ولكن لساتني أنا هي بشوفها أصلاً ثورة. هي الثورة بدأ أبنائها يرجعوا لحتى يشتغلوا على اللي بالأصل طلعوا فيه من 14 سنة، إنه هن يطوروا البلد بكل ما يمتلكوا من إمكانيات بكل المجالات، ثقافياً سياحياً اقتصادياً طبياً سياسياً طبعاً. شايف عفواً كنت بالتعصير؟ والله شكراً. خلص معناتها حنزل أول شيء المقبلات الباردة مع السلطة بعدها ب10 دقائق. سكبت سلطة للضيف عم ياكل سلطة ما في 5 دقائق رح نزل المقبلات الساخنة.
حتى ما يشبع مقبلات 10 دقائق ولا 5 دقائق؟ 10. فرق بين المقبلات الباردة والمقبلات السخنة 10 دقائق، لأنه في عنده سلطات بده ياكل. 10. 10. 10. هلا ما شاء الله الشباب هون يعني التيم يخزي العين، رغم انه يعني بتعرف اخر 14 سنه كنا كثير بعيدين عن تطوير الكوادر بمجال السياحه، وخاصه يعني السياحه دائما هو اول مجال متضرر باي حرب وباي ثوره، واخر مجال بيتعافى، لانه الناس اخر شيء بتفكر فيه انه تصير تجي على هي البلد اللي طالعه من الحرب، لبين ما تطمن انه خلص صار 100% الوضع هون تمام. فالشباب صار لهم 14 سنه بيتمنوا انه يطوروا خبراتهم، بس مع هيك انا متفاجئه قديش لسه عندهم شغف، قديش في عندهم اصرار، قديش هن لسه بيعلموا وبيتعلموا يعني. وهذا الشيء انا ماني يعني السوريين نحن دائما في عنا هاي الطاقه القويه اللي بنضل نعطيها لاخر دقيقه ولاخر لحظه.
بروكار هو مو بس مطعم بيحكي عن قماش البروكار، بيحكي عن أطباق كل طبق فيه بيشبه خيط من خيوط البروكار. بيحكي عن كيف قطعة البروكار بتحكي عن الاستمرارية وعن الإتقان والصبر. كمان أطباقنا السورية بتحكي عن استمرارية وإتقان وصبر. كل طبق من عنا ما عم نعمله ب5 دقايق ولا بساعة ولا بساعتين. في أطباق منضل عم نحضرها لمدة يوم ويومين، مثل ورق العنب يلي هو حيكون كتير مميز ببروكار، سواء لما بيكون طبق رئيسي أو لما بيكون مقبلات.